عايزة تعملي حاجة حلوة ونفسك تاكلي حاجة حلوة وانت واقفة في المطبخ وسهلة وبسيطة، يبقى لازم تعملي الحاجة الجميلة الجامدة دي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. يلا بينا ندخل على وصفتنا الحلوة دي. هنعمل ايه النهاردة؟ نسمي الله ونصلي على الرسول. دي كده واحد عدد بيضة، واحدة بس يا عبير. ايوه، هنعمل كل القمر اللي انت شفتوه في الاول ده بالبيضة دي واحدة بس. و3 معالق من السكر، سكر حبيبات زي ما انتم شايفين كده عادي بس. وانا بعرفكم، يعني بقول لكم بتاكد عليكم ان هما 3 معالق بس يا جماعه من السكر كده وخلاص. معلقه سمنه، معلقه واحده برضو، ومعلقتين من الزيت. باكد عليكم يعني ان هي ايه، معلقه سمنه واحده ومعلقتين زيت، يبقى كل المجموع الدهون يبقوا 3 معالق. هنقلب كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وهنحطوا ايه الفانيليا. وكده هنحطوا 3 معالق لبن في الاول. مجموع اللبن اصلا كله اقل من النص كوباية واكتر من الربع، يعني في مقام 6 معالق كده من اللبن او الحليب. وهنحطوا معلقة كاكاو كده خام. طبعا في تكتلات كتير لانه هو في التلاجة وبيتركن كتير، فلازم تنخليه كده زي ما انا ما بعمله. وهتقلبي كله مع بعضه ولغايه ما يدوب الكاكاو كله مع بعضه. وكده هنجري دي بقى، هنحط 3 معالق في الاول وهنستنى لما نقلبه، وبعد كده نحط ايه المعلقتين الباقيين كده بس. كده عبير، ايوه والله كده بس خالص. الوصفة سهلة جدا. عايزة تاكلي اي حاجة حلوة وانتي ما عندكيش اي حاجة خالص ان انتي تعملي بيها اي حاجة حلوة، بصي بأقل التكلفة هتعملي كده. المعلقتين الفاضلين يبقى عدد الدقيق 5 معالق، كله 5 معالق. لو لقيتيها بقى تخنت منك او كده او عايزة معلقة لبن حط لها، مش عايزة يبقى هي كده حلوة. دي كده معلقة بيكنج باودر حطيتها بعد ما خلصت عادي، ما فيش اي مشكلة. بتقلبها حلو كده وبتحطها في الطاسة. هي المفروض الوصفة دي في الطاسة، كله بيتعمل في الطاسة كده وبتعلق عليها على النار، لكن انا ما حبيتش ان انا اعملها، قلت اعملها في حاجة واحطها في الطاسة تاني، يعني على النار على البوتاجاز من فوق. بس الطاسة دي كانت واسعة جدا، كانت على ما اظن 28 سنتي. هي كانت عايزة طاسة صغننة عن كده بكتير، بس صدقوني المهم الطعم، مش مهم في العلو بتاعها ولا اي حاجة. بجد انت كنت بتاكلي حاجة كده وهم، حاجة وهم بجد. كده استويت معاكم اهيت. فانا يعني المفروض ان انا ما اقلبهاش، بس انا بحب الحاجة تكون ناشفة شوية، يعني ما تكونش طرية قوي. فانا قلبتها كده زي ما انتم شايفينها. انا قلبها كده. الوصفة دي يا جماعة لذيذة جدا. كده خلاص وخلصت، طلعتها على الطبق وجبت، كان عندي شوفوا السمك بتاعها جميل جدا، فلاتة كده حلوة جميلة قوي. هتاكليها وبصي اي شيء، يعني بصوا حتى لو قدمتيها لاي حد جايلك شيك جدا. كده انا كان عندي نص قالب شوكولاتة سيحته كده مع معلقتين لبن على النار. مش ده الصوص، مش انا اللي عاملاه يا جماعة، دي شوكولاتة خام وانا سيحتها بمعلقتين لبن كده. بس صدقوني كان طعمها وهم بجد، كان طعمها اكثر من رائع. يعني انت بتاكلي القطعة، انا كاد يكون اكلت نصها قبل ما اطلع من المطبخ من جمالها. بجد حلوة جدا يا جماعة، بجد حلوة لذيذة جدا. انتوا متخيلين يعني ان انتي بتعملي بيضة واحدة وبتعملي الجمال ده كله؟
كده زي ما انتوا شايفين كده، زي انتي بقى بتعمليها زي ما انتي عايزة. هو نص القالب الشوكولاتة ده اللي كان عندي ساعتها وعملته، لو كان في اكتر كنت هعمل، بس هي كانت كده حلوة قوي وكانت زي الفل. بصوا الوصفة دي الطعم بتاعها رائع جدا يعني، بجد أبهرتني جدا. كده انت بتقطعي بقى منها، تاكلي بقى منها في مقطع يا جماعة انا مرضتش احطه لكم، وانا بعد ما اكلت نصها والاولاد واقفين معايا، من جمالها، اديهم حتة واخد حتة، فكانت حلوة جدا بجد، كانت رهيبة. كده هي بقول لكم يعني، شوفوا القطعة حلوة ازاي، جميلة جدا، وريحتها بقى كانت قلبة الدنيا، وعلى النار وانتي واقفة، ولا ولعتي فرن ولا اي حاجة خالص، وببيضة واحدة عملتي احلى حلا في بيتك. آه، يعني انتي ممكن تعملي، يعني حد جالك ضيف هتعملها في اقل من 5 دقايق، او قولي 5 دقايق، والله ما بتاخد اي حاجة خالص، في اقل يعني في 5 دقايق هتكوني خلصتي حاجة حلوة وشيك كمان، يعني هتبقى شيك كمان. شوفوا، جميلة جميلة يا جماعة، بجد حلوة قوي. جربوا الوصفة دي بجد زي ما انا جربتها كده. انا كنت واقفة كده مش لاقي حاجة اعملها، او مش لاقي حاجة حلوة اكلها، فقمت عاملة الحكاية دي، قلت طب ما اجربها. طبعا هي مشهورة على الفيس، على الفيديو، على السوشيال ميديا كتير، بس وعلى اليوتيوب، بس انا اول مرة اجربها وما خدتهاش من حد، انا عملتها كده بالبركة. فهي دي كده كانت وصفتي، وبقول يا رب تعجبكم، وبقول لكم شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة. ما تنسونوش في لايك حلو منكم، وما تنسونوش تدعموني، وبقول لكم باي باي، ومع السلامة، لايكات كتير، باي باي.